العمر في قاموسهم مجرد رقم ملهوش لازمة. نجمات اتجوزوا رجالة أصغر منهم بسنين، في منهم اللي كملت ونجحت جوازتها وفي اللي اتطلقت على طول. أولهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، واللي اتطلقوا من فترة بسيطة جدا بعد قصة فضلت 4 سنين. ياسمين والعوضي معروف عنهم حبهم لبعض رغم فرق السن اللي وصل ل7 سنين، بس ما كانش فارق معاهم فرق السن، واتجوزوا وحياتهم كانت مستقرة. كمان دول كمان مثلوا مع بعض مسلسلات كسرت الدنيا، بس في النهاية أعلنوا انفصالهم واتطلقوا بعد قصة حب طويلة ما دامتش. وتاني جوازة معانا هي الشحرورة صباح اللي اتجوزت من فادي لبنان وهو أصغر منها ب25 سنة. فادي كان آخر راجل في حياة الفنانة صباح، واتجوزها وهو كان عنده 19 سنة. في البداية الجواز كان مصلحة، وهو والفنانة صباح كانوا بعيد عن بعض جدا، ورغم كده الجوازة استمرت 17 سنة لحد ما قررت الفنانة صباح تطلب الطلاق منه وقالت خلاص كده. وتالت نجمة معانا وهي أنغام اللي اتجوزت الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بس للأمانة الجوازة دي كانت كلها مشاكل من البداية، بس أنغام كملت فيها وكانت بتحاول تنجح وتثبت للكل إنها صح. وساعتها كان فيه هجوم كبير عليها لسببين. أولها كانت الفنانة أنغام أكبر من جوزها أحمد إبراهيم بحوالي 11 سنة، كان عندها 47 سنة وهو 36. تاني حاجة كمان إنه كان متجوز وطلع أخبار إنه طلق مراته بعد جواز 10 سنين نتج عنه طفلين بسبب أنغام. وشفنا حتى نجوم كبيرة بتهاجم الفنانة أنغام وقتها وقالوا عليها خطافة رجالة، بس في النهاية الجوازة ما كملتش، وأنغام وأحمد إبراهيم اتطلقوا ورجع لمراته الأولى. ومن الجوازات اللي كانت صادمة للكل برضو هي جوازة الفنانة سوسن بدر من ابن صاحبتها ناهد فريد شوقي، واللي كان أصغر منها ب20 سنة. سوسن بدر اتجوزت من رجل الأعمال فريد المرشدي وهو ابن المنتجة ناهد فريد شوقي، والاتنين قابلوا بعض في شغل وحبوا بعض واتجوزوا. طبعا الجوازة الكل كان رافضها بسبب السن الكبير. انت متخيل اصلا واحد يتجوز صاحبة امه وقتها؟ دي مشكلة طبعا. ورغم المشاكل الكتير لكن اتجوزوا، والجوازة ما فضلتش كتير واتطلقوا. بس دي ما كانتش اول جوازة للفنانة سوسن بدر، دي اتجوزت يجي 5 مرات. هتسألوني وتقولولي هي الجوازات كلها فشلت كده؟ يعني مفيش فنانة اتجوزت واحد أصغر منها ونجحوا؟ هقولك فيه طبعا، وأقرب مثال الفنانة مي كساب اللي اتجوزت أوكا وهي أكبر منه ب9 سنين، ويعتبر من أشهر الكابلز دلوقتي على السوشيال ميديا. ومفيش لقاء تطلع فيه مي غير لازم تشكر أوكا اللي بيحبها جدا. مي في كل حواراتها لما حد يسألها عن السن بكل ثقة وبترد إنه ما أثرش علينا في أي حاجة، وإنهم متفاهمين جدا، وده اللي شجعها إنها تخلف أكتر من مرة. بس في النهاية الفنانات عندهم العمر ده مجرد رقم وما بيفرقش معاهم في حاجة. وزي ما في نجمات اتجوزوا رجالة أكبر منهم بسنين، في نجوم برضو اتجوزوا ستات أصغر منهم بكتير.